مساء الفل يا جدعان، ويلكم باك. اهلا بك يا زعيم في الحلقه الجديده من برنامج بدون مونتاج، هنسميه كده. والله اسم ارتجالي وعلى الهوا يا جدعان. اول حلقه في البرنامج بدون مونتاج. مرتضى منصور خارب نادي الزمالك. مرتضى منصور هو المشكلة الوحيدة لنادي الزمالك، ومش مشكلة القيد ولا مشكلة اللعيبة ولا مشكلة الإدارة ولا مشكلة. هو مرتضى منصور يتشال، أقسم بالله ووعدكم وأنا قاعد بكلمكم أهو إن مرتضى منصور هو بوعدكم إن مرتضى منصور أول ما يتشال والله العظيم نادي الزمالك هيكون أحسن. بأي حد بقى، بأي حد. أنت عارف لو جه مين؟ أنت عارف لو جه بعقلية مين؟ لو احمد موسى جه، احمد موسى الاعلامي اللي انا ما حدش في الدنيا بيحبه اصلا ولا حد تبعه بيحبه، والله العظيم هينجح. والله نادي الزمالك لا ينجح. نادي الزمالك طول ما الشخصيه دي الموجوده قدامي دي موجوده، اقسم بالله ما هيشوف نجاح. خارب نادي الزمالك من مشاكله مع اللعيبه، مشاكله مع الاداره، بانه بيمشي المدربين. قعد في 2016 2015 اول ما جاب فريرا ومشاه وبتاع، بيمشي مدرب، هوبا بعد يومين يجيب مدرب تاني، هوبا مدرب مساعد يجي بعديها على طول يروح جايب مدرب اجنبي، هوبا تالت حاجه يمشيه بعديها باسبوع كده المدرب الاجنبي يجي يشوف مصر وحلاوه مصر يروح مشيه وبتاع، وبعد كده يجيب مدرب تاني، وهي الدنيا ماشيه والسكه ماشيه في الطريق ده. مرتضى منصور والله العظيم طول ما هو موجود في نادي الزمالك، والله العظيم النادي ده ما هيشوف، يعني نادي عظيم زي ده عمره ما هيشوف الخير طول ما الشخص ده موجود. نادي الزمالك العادي انه ياخد بطولات ويعمل تاريخ لنفسه ويعمل تاريخ للاعيبه الموجوده فيه، حتى رؤساء الانديه بيعمل لهم تاريخ. اسم ان انت رئيس نادي الزمالك ده انت حاجه تحطها في السي في، وحاجه تحطها بالرواس عندكم في الصاله وفي الاوضه وفي كل حاجه الناس تشوفها. انك تكون رئيس لنادي الزمالك دي حاجه كبيره جدا، او رئيس النادي الاهلي او اسماعيلي دي حاجه عظيمه جدا، اقسم بالله فوق ما انت متصور. العالم كله هيحبك، كل الجمهور هيحبك، حتى رؤساء الانديه التانية هتجيب علاقات. رئيس الدوله هتلاقيه بيحبك او عامل لك قيمه. انك تكون موجود في منصب زي ده، فده منصب عظيم. مرتضى منصور ما ينفعش يكون فيه. مرتضى منصور اللي هد نادي الزمالك واللي هد هوية نادي الزمالك وشخصية الفريق ضيعها، وشخصية النادي كلها ضيعها بقدوم النادي. واحد عمال يهزق كل اللعيبة الموجودة وكل الأساطير وكل الأندية المجاورة وكل الأندية اللي احنا كنا بنحبها وكنا على علاقة طيبة معاها زمان. مرتضى منصور جه بوجوده في الزمالك ضيع كل الحاجات دي. اساطير نادي الزمالك اللي هم عرقوا وتعبوا في نادي الزمالك اكتر منه مليون مره ضيعهم برضه، وشوه سمعه نادي الزمالك وشوه الاساطير. واحد زي حلمي زموره ده اسطوره كبيره جدا، محدش مش هيجي زيه تاني في التاريخ. واحد زي حماده امام غلط فيه، واحد زي حازم امام غلط فيه. يعني حلمي زموره قال لك ان هو كان بيجي يشرب خمره تحت الاستاد ده، او بيشربوا خمره تحت الاستاد ده، او تحت الملعب ده، ملعب زموره التاريخي، بيشربوا تحتيه خمره. كان معمول بار هنا في الحته دي. انت عرفت منين اصلا؟ معمول بار في الحته دي. بار ايه اللي معمول؟ ايه الكلام الهبل ده؟ في حاجه، في حد كده، في انسان عاقل يقول كلام زي ده؟ حلمي زموره، حماده امام، حازم امام، محمد صبري، عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، كل الناس دي انت بتضيعها. اقسم بالله مضيع لنا. وخلي يعني الواحد يتكلم ايه في الزمالك مثلا، اقول اساطير ده. اي شخص هيقول لي ده انت رئيسك مرتضى منصور، اقسم بالله انا بحس بالزعل. يا نهار ازرق، ده حاجه مقرفه جدا طبعا. لا اقسم بالله اي حد لو محمود الخطيب جه نادي الزمالك هينجح. واحد مش من الزمالكاوي هينجح. حسن شحاته اسطوره نادي الزمالك على مر التاريخ، واسطوره تدريبيه واسطوره كلاعب، وعمل تاريخ كبير لمصر ونادي الزمالك، ممنوع انه يدخل نادي الزمالك. شخص زي ده طلع واتكلم عليه
وحش. عشان كده كل الاساطير مش حابه تدخل النادي تاني، مش حابه تتهزق. وكل الناس اللي راضيه بكده اديها بتتهزق كل يوم على القناه. كل الناس اللي راضيه بكده، واحد زي مش عارف الموجود عندنا في القناه ولا ما بتابعش القناه اصلا، بس كل ما افتح القناه الاقي مكالمه لمرتضى منصور الكل عامل كده. اه والله اقسم بالله لمده ساعه الكل عامل كده. فعلا. ايه ده؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه القناه دي؟ دي مش قناه نادي الزمالك، انسى. معلش بقى لاي زملكاوي بيتابعني، اقسم بالله من حرقتي على الزمالك بعمل كده. مستحيل ده يكون نادي الزمالك. ايه فين شخصيه الناس الموجوده في القناه اصلا؟ هنتكلم مثلا على جزء القناه، فين شخصيه الناس الموجوده في القناه؟ عمر ما نادي الزمالك هيتقدم طول ما الشخص ده موجود. اي حد هيطاطي راسه يبقى هو مش زملكاوي، واي واحد من اساطير نادي الزمالك هيطاطي راسه قدام مرتضى منصور اقسم بالله من زملكاوي. دول الناس دي عاش الملك مات الملك، الملك جميل النهار الملك جميل. يعني حتى كمان بيفكرني بإناسيو المدير الفني للزمالك السابق. قال ايه؟ قال ده مثلا ده مثلا شاي. مرتضى منصور لو قال ان ده بيبسي كل الناس اللي حواليه هتقول اه ده فعلا بيبسي. فعلا والله. يعني هو ما كدبش في النقطه زي دي. واحد يعني بيحب مريض شو، بيحب الشو لدرجه ان هو ابو لاعيبه الزمالك على الاستقرار على اي حاجه. اهم حاجه انا معايا الحديده، معايا المايك وخلاص، مش مهم بقى النادي يولع النادي يعمل. ده حتى كمان هو حاطط نفسه في مقارنه مع الخطيب ان هو اللي هو يعني مثلا بيقول لك بيختصر نادي الزمالك في مرتضى منصور. اللي هو بيقول لك ايه؟ اصل ايه الناس زعلانه ان الخطيب ياخد له ده، ان مرتضى ياخد له 2 دوري وياخد الدوري الثالث فالناس تزعل. مرتضى من مين؟ مرتضى مين اصلا؟ انت مين؟ مين مرتضى؟ انت اختصرت نادي الزمالك العظيم ده باساطيره، بكل الناس اللي لعبوا فيه، بكل اللعيبه اللي لعبوا فيه، بكل واحد عمل عرق وكل واحد ساهم في النادي وكل واحد عمل استاد وكل واحد ساهم في ملعب نادي الزمالك وعمل دورة مياه ولا عمل. اختصرتهم كل الحاجات، كل الدنيا دي اختصرتها في مرتضى منصور. مين مرتضى منصور؟ مين مرتضى منصور قبل ما يجي نادي الزمالك؟ الواحد بس لازم يهدى عشان نتكلم شويه يعني في المشاكل اللي هو عاملها واللي هو بيخرب نادي الزمالك دلوقتي. هو مش خرب نادي الزمالك، يعني هو من 2005 هو جه خرب نادي الزمالك. الناس اللي كانت واخده 6 بطولات في موسم واحد طفشهم وقال لك عبد الحليم علي ده ما بيعرفش يلعب وكل الكلام ده. عبد الحليم علي الهداف التاريخي ما بيعرفش يلعب، انت اللي بتعرف تلعب. مشاكله مع اللعيبه ومحاولات تطفيشه. يعني انت عندك دلوقتي عندك فتوح، واحد من اهم لاعيبه نادي الزمالك واهم لاعيبه منتخب مصر ومن اهم اللعيبه باك شمال في افريقيا، وممكن انا بحطه في افضل لاعب باك شمال في افريقيا. بيقول لك عليه ان هو وعبد الله جمعه كانوا بيحششوا. يعني واحد ده رئيس نادي اللي بيقول لك على لعيبته دي بتحشش، ده رئيس نادي. رئيس نادي بيطلع على الملأ كده. حتى يا عم لو لعيبتي بتحشش، يا عم بص، حتى انا واحد اهو بقول لك حتى لو لعيبتي بتحشش انت طالع تفضحنا كده اللي هو صباح الفل ده بيحششوا. ايه ده؟ دي عقليه تدير نادي الزمالك؟ انا مش فاهم والله العظيم انا ما فاهم. يعني انت حتى دلوقتي لو انت بتقول فانت تتعامل مع الموضوع ده بالذكاء. لو مثلا لو لعبتي، والموضوع ده اصلا عمره ما يحصل. مرتضى منصور عمره ما قال الكلمه صدق يعني ما كانش صادق في مره معانا يعني. بس يعني افرض حاجه مستحيله بس افرضها ان سين من اللعيبه بيشرب مخدرات. هل هنطلع بقى على الملأ ونقول ده اللاعب ده كان بيشرب مخدرات وبتاع وانا اللي قفشته وبتاع؟ ما تقولش الكلام ده. ده رئيس نادي. اللاعب ده عمل خطأ ما
والله العظيم احنا بنعرضه للبيع ومش عارف ايه لاسباب تخصنا ولاسباب اداريه وخلاص. ده لو هو على كلامك، لكن الكلام اللي انت تطلع تتكلم فيه ده انت عايز تطفشهم، عايز تبيعهم لنادي ثاني، والنادي التاني ده انت عارفه طبعا بتقعد تقوله في اي حاجه، حتى لو حاجه تخص الزمالك بس انت بتطلع تذكر النادي التاني اللي هو النادي الاهلي اللي انت منه. انت كنت عضو مجلس اداره في يوم من الايام، عضو مجلس اداره إيه؟ انت ترشحت لعضو مجلس اداره او ما اعرفش انت كنت او لا، بس انت كان معاك عضويه النادي الاهلي. يعني انت قبل ما يكون معاك عضويه نادي الزمالك كان معاك عضويه النادي الاهلي. يعني انت معروف انت ايه. انت ولا زملكاوي ولا كنت شخص زملكاوي في يوم من الايام، ولا حتى عيلتك زملكاويه. واحد صالح سليم اللي انا، واحد صالح سليم يعني طرده من النادي الاهلي وعنده حق. الكابتن الكبير صالح سليم والله العظيم عنده حق، عنده حق اللي هو يطرد واحد زي ده. يعني انت جيت نادي الزمالك خرجته، لعيبه نادي الزمالك دلوقتي بتحاول تطفشها وبتطفش اهم اللعيبه. يعني انت ما جيتش على اي لاعب، لا انت جيت على فتوح. انت جيت على فتوح واخترت ده ان هو ده، لا ده اللي انا هطفشه وارميه. هرميه لمين بقى؟ للنادي الاهلي. ده عمره ما كان زملكاوي والله العظيم، صدقوني ده عمره ما كان زملكاوي. رئيس، يعني في رئيس نادي يكون قاعد مع اللعيبه قبل ماتش مهم، ماتش الداخليه، ويجتمع باللعيبه كده ويقول لهم انا عايز امشيكوا وعايز امشي فتوح وعايز امشي ده، ويقعد يهزر معاهم ويفك اللعيبه. في حد في الدنيا مسؤول يعمل حاجه كده؟ واحد مسؤول في نادي الزمالك عضو مجلس اداره مثلا يقعد مع اللعيبه في وقت ماتش، عندهم ماتش الداخليه بعدها بيوم، بكره يعني بعد 12 ساعه اكون اصلا قاعد بلعب في الماتش. هم اصلا المفروض في معسكر مغلق، معرفش ازاي قاعد مع اللعيبه ويتناقش معاهم كده وبيهزر. بقى تاكل سمك؟ انت عندك اولاد ايه؟ قول لي بقى، عندك اولاد؟ عنده اولاد ايه؟ وايه الاسئله اللي انت بتقولها دي؟ وليه تعمل اصلا معاهم لقاءات؟ عندهم ماتش بعد 12 ساعه قاعد بتهزر معاهم كده وبالحب وبتاع. انت بتعمل ايه بقى في حياتك بقى؟ قول لي. قول لي انت بتعمل ايه بقى؟ انا عازمكم على عزومه سمك، يلا يا عم عازمكم على عزومه سمك كده ايه حلوه ان شاء الله تعجبكم. سمك ايه وقرف ايه وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هي عزبه؟ ده نادي الزمالك، هي دي عزبه اللي انت قاعد فيها؟ دي عزبه اللي انت قاعد بقى بتمشي اللي تمشيه وبتعمل اللي بتعمله عادي والدنيا معاك حلوه قوي؟ مفيش في الدنيا كده. نادي الزمالك عمره ما كان بيدار كده. نادي الزمالك عمره ما كان رئيسه بيطلع ويقول لك اللاعب ده معمول له عمل، ولا اللاعب ده كان بيشرب مخدرات، وقال على بن شرقي ونجم. بن شرقي ده من اكتر اللاعيبه اللي جت في تاريخ نادي الزمالك، عملت اداء وكان محترمين وعملوا كل حاجه. قال على بن شرقي ونجم ده كان معاهم ستات في الفندق. ازاي هو احنا عبط؟ مين هيصدق حاجه زي كده؟ مين هيصدق والله العظيم حاجه زي كده؟ واحد يعني انت قاعد قبل ماتش نادي الزمالك والداخليه، قاعد بعد قبلها بيوم قاعد بتجبر اللعيبه انها تمشي. وفي ناس من اللعيبه قالوا كده، قال الناس مين اللي عايز يمشي هنا؟ قعد يسالهم كده مين اللي عايز يمشي هنا ومش عارف ايه، وفتوح انا عايز امشيك في مش عارف في ايه عايز يلم فلوس وخلاص. اي حاجه تيجي من ورا اللعيبه دول خلاص طفش بقى. زي ما 2015 و2005 طفش اللعيبه، وجه في 2015 مشى المدرب وفكك اللعيبه ومشى 12 صفقه وجاب 12 صفقه ولا 20 صفقه لنادي الزمالك. وكل الناس دي احنا عارفين جاب ايه. ما اكيد الوكلاء السمسره معاهم حلوه، يعني السمسره مع الوكلاء حلوه اكيد. بمشي صفقات. ما هو ايه اللي يخلي واحد عاقل، ما نتكلمش دلوقتي طبعا عن مرتضى منصور، احنا بنتكلم في العامه. يعني ايه اللي يخلي واحد عاقل مثلا اللعيبه دي لسه انا واخد بهم دوري، هل احافظ عليهم؟ تحافظ عليهم ايه؟ احنا هنمشيهم ونجيب 20 لاعب. في حد عاقل يعمل كده؟ والله جاوبوني، في حد عاقل يعمل كده؟ احنا معانا رئيس نادي بدرجه يوتيوبر،
يا نهار ازرق يا جدعان، رئيس نادي بدرجه يوتيوبر، عامل لك اكونت على اليوتيوب وبتاع، وفتح لك قناه، وقاعد بقى بيقول حصريات بقى، مشاكل الزمالك بقى هتلاقيها هناك. واحد متخانق مع مراته هيطلع يعمل لهم فيديو وبتاع ويصالحهم على بعض باكلة سمك ولا حاجه. تدريبات نادي الزمالك ينزل بالمصور بتاعه بالراجل بتاعه ويقعد ويعمل لك فلوج وينزل يعمل لك فلوج في ارضيه الملعب ويقول لك اللاعب ده حلو واللاعب ده وحش، لا شد كده انت ايه ما اتجوزتش، ويقعد يهزر معاهم الهزار البايخ ده. هم اصلا عندهم بطولات وعندهم بطوله بينافسوا عليها، لكن ازاي اللعيبه تنافس على بطوله وهو ده البي نازل يعمل لك فلوج في الملعب؟ ازاي يعني؟ رئيس نادي بدرجه يوتيوبر. والله زي ما احنا قلنا ان مرتضى منصور عمره ما حب النادي من قلب، والله العظيم عمره ما حب النادي من قلب. فكك بقى من الجعجعه اللي بيطلع يعملها او الشغل اللي بيطلع يعمله ده وبالصوت وهاتون بالصوت لا يغلبوك، الشغل ده خلاص بقى انتهى. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. ما رئيس نادي الزمالك عمره ما كان بيطلع مثلا، ولا هو دلوقتي منسحب من الدوري، هو مش منسحب ولا حاجه، هو بيرجع في كلامه، هو حنفي. هو مش كل جماهير نادي الزمالك وكل الاعلام طلع وقال ايه على رئيس نادي يعني ان هو حنفي؟ والله العظيم ما في اكتر حنفي من الشخصيه دي. والله الزمالك لما جه هو لما جه الزمالك في 2005 مشى كل اللعيبه بالعنجهيه اللي كان بيعملها. فرقه نادي الزمالك اللي كانت واخده 6 بطولات في موسم واحد وكانت عامله اداء تاريخي وعاملين يعني كانوا عاملين اداء جبار في الفتره دي، كلهم سرحوا. قال لك لا اللعيبه دي كلها مش هتنفع وهو هيمشي وهجيب لعيبه ثانيه. شال الشاره من حازم امام اللي كان كابتن للزمالك وقتها، وبعد لما بقى ليه مزاج راح اداها له تاني، قال لك خد الشاره. اول بقى ما يزعق او يكون قاعد زهقان كده شيل الشاره من حازم. حازم ده اس الفساد، حازم امام من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر وتاريخ افريقيا. حازم امام شيل الشارع منه، حط له الشارع واي حاجه كده، ما عزبه. اصل هو مش نادي، يعني هو نادي المفروض يكون عنده نادي الزمالك مثلا، هو من زمان هو عنده اسس ومبادئ وعنده لكن في ظل مرتضى منصور فهو ما هو الا عزبه. وسوري يعني في اللفظ اللي انا بقول كده، بس والله العظيم ده حاجه حقيقيه ودي حاجه موجوده حاليا. عزبة نادي الزمالك ان يكون ابنه واخواته وقرايبه كلها موجودة في النادي وممسكهم اي حاجة في النادي معاه. يعني انا دلوقتي لو جيت مثلا وحطيت ده واسطة وحطيت ده واسطة وده ابني، خلاص خد عضو مجلس ادارة، وانت ايه انت ابني برضه، فخلاص بقى خد امسك مدير الكورة. تعرف تلعب اصلا؟ لا. ليك في الكورة؟ لا. امسك مدير الكورة، امسكها بس دلوقتي امسكها. يا نهار اسود. يعني واحد زي ده طلع وقال لك على عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك ما بيعرفش يلعب. ده واحد قلبه على نادي الزمالك. انا حاطط صورته قدامي ليه والله، كل ما اجيبه يعصبني. هات يا عم شيكابالا حاجه حلوه كده. الهداف التاريخي لنادي الزمالك ما بقاش بيعرف يلعب يعني حرام والله، حرام والله العظيم. انا طالع النهارده وحزين جدا اقسم بالله على النادي وعلى اللي بيحصل فيه وعلى فريرة. والله واحد زي اسطورة النادي ده، اسطورة تدريبية بالمعنى الحرفي للكلمة، واي حد يقول غير كده فهو شخص ما بيفهمش اي حاجة في الكورة. ممكن يكون بيفهم في التنس بس في كرة القدم لا، ممكن يكون بيفهم في البيلي بس في كرة القدم لا. والشخص ده قال لك على فريرة ما بيفهمش حاجة في الكورة. هل ينفع نادي الزمالك يدار بالعقليه دي؟ فيريرا اللي هو انا بصنفه ان هو اتقل مدير فني جه في تاريخ مصر، بيقول عليه ان هو ملوش في التدريب وده فاشل، واحد فاشل 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 فاشل، واي حد مش عاجبه يضرب دماغه في اي قرار. ده واحد ده رئيس نادي يا جدعان فوق، وده رئيس نادي
اعضاء مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره ايه، اعضاء نادي الزمالك اللي قاعدين واهم حاجه عندهم الباتيه والشماسي والشمسيه وحمامات السباحه والقعده كده في النادي، وكل واحد عامل لك فيها رئيس شركه. كل الناس دي اللي بتساهم في اختيار اشخاص زي دي، كل واحد قاعد لك كده في نادي الزمالك حلو 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 النادي، حلو ان خلاص ناخد مرتضى منصور، ننتخب مرتضى منصور بيجيب لنا شماسي وباتيه والشغل ده. خلاص مرتضى منصور عمره ما كان بيجيب حق نادي الزمالك، عمره ما جاب حق نادي الزمالك في اي حاجه، في اي حاجه. قول لي قضيه واحده، انا وانت اهو احنا قاعدين مع بعض اهو، قول لي قضيه واحده مرتضى منصور كسبها. ده غير مش مرتضى منصور يعني، قول لي اي حاجه يعني، قول لي اي حاجه. مش كهرباء، حط بس حكايه كهرباء دي على جنب، لان الحكايه دي محسومه واي واحد برياله هيخلص فيها. مش مرتضى اصلا هو اللي اترافع فيها، ده محامي ايطالي او مش عارف محامي نادي الزمالك يعني، هو اللي موكله مش مرتضى يعني. قول لي اي حاجه مرتضى كان موجود فيها او كسبها. لقيت؟ دور بقى، اقعد دور بقى اسبوع كده عقبال ما اخلص الحلقه وبتاع، وبعدها بيومين يبقى قول لي عمل ايه. حتى كمان في 2005 لما جه، على فكره مرتضى منصور مش من 2015 ولا 2012 ولا الحاجات دي ابدا، مرتضى منصور من 2005 لما كسب رئاسه نادي الزمالك. معرفش كسبها ازاي يعني، كان يوم ازرق. المهم بعد ما كسب نادي الزمالك، جه بقى بعد ما الزمالك بقى كان شخصيه، والزمالك عامل فريق كويس وبتاع وبينافس على كل البطولات وي وي وي، طلع وقال لك ان لاعيبه نادي، اول ما الزمالك يخسر بقى كان طلع وقال لك ايه، لاعيبه نادي الزمالك معمول لهم عمل، معمول لهم سحر. هي دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، الحاجه دي مذكوره في القران وكل حاجه، بس وقت المكسب هو عنده، وقت المكسب مرتضى منصور اللي جاب الفوز مش اللعيبه اصلا، مرتضى منصور. اول وقت الخساره لا معمول لهم عمل. وقت الخساره اللعيبه معمول لهم عمل. ده اول حاجه في الكوره كده يعني، دي اول مره تيجي في التاريخ ان رئيس نادي يطلع يصرح اي حاجه زي كده بقى. وجه 2015 قال لك كده وبتاع. نادي الزمالك اكبر من نادي الزمالك اكبر من انه يدار بعقليه الخالة نوسة. يعني حتى كمان ايه، نيجي بقى نتكلم عن النقطه اللي قبل الاخيره، اللي فيها قد ايه، اللي قبل الاخيره كان في ورقه تانية بس مش عارف اعرف فين، بس المهم حته العمولات. ودي حاجه انت هتفهمها على طول. ليه مرتضى منصور من 2015 لحد دلوقتي كل سوق انتقالات بيجيب لك 15 و16 و20 لاعب؟ ليه؟ انت اكيد فاهم بقى، اكيد فهمتها. ليه مرتضى 2015 2016 والحاجات دي جاب يجي 20 مدرب؟ فهمت ليه مرتضى عمل كل الحاجات دي؟ انت اكيد فاهم بقى، اكيد فاهم، بس مش ما ينفعش انا اتكلم في الحوار ده، بس انت اكيد فاهم مرتضى ليه بيعمل كل الصفقات دي، كل الحاجات دي مفهوم. ليه مرتضى بيجيب لك عنترينهو ومدبولينهو والشامي ومش الشامي وكايزر والحاجات دي، ليه بيجيب كل الكلام ده؟ انت اكيد فاهم، انا مش لازم اقول. الحاجه بقى ايه لازم نتكلم فيها، امير مرتضى منصور. نتكلم بقى شويه على امير مرتضى منصور، اللي هو المفروض اسطوره، هو اسطوره في النادي دلوقتي. واحد حب يعمل لقاءات وبياخد فلوس حلوه يعني. مرتضى بيقول لك ما بياخدش فلوس، معرفش يعني بيسافر ازاي يعني، حاجه غريبه قوي يعني. حتى كمان هو طلع من الشرطه باين تقريبا او حاجه كده، بس مالناش علاقه بالكلام ده. امير مرتضى منصور ليه موجود في نادي الزمالك وليه في المنصب ده بالتحديد؟ هو موجود في المنصب ده بالتحديد عشان اي حاجه ينقلها لرئيس النادي لابوه، اي حاجه ينقلها لرئيس النادي لابوه. واصلا هو امير مرتضى منصور
يعرف ايه في الكوره عشان يكون موجود في منصب زي ده؟ ليه يعني منصب زي ده اكيد واحد يكون يعني لعب كوره قبل كده. هل امير مرتضى لعب كوره قبل كده؟ يعني قعد ينطق كده قبل كده؟ لعب في نادي؟ بيلعب بينج؟ لعب بيلي قبل كده؟ والله لو لعب بيلي ماشي، يعني لو قعد مع العيال لعب بيلي مره ما هنقول ممكن ينفع. هل هو لعب ايه في حياته؟ لعب يوجا، السلم والتعبان، لعب مع اصحابه شويه، ما عملش اي حاجه. الشخصيه دي ولا اداريه نافعه، ولا حتى فنيه بتفيد الفرقه، ولا في اي حاجه، حتى كمان شخصيه مش ما ينفعش اصلا تفيد تفيد اي حد. امير مرتضى ايه اللي موديه هنا؟ امير مرتضى حاطط في الحته دي ليه؟ اكيد عشان ابوه، حاجه واسطه بقى واحده. احمد مرتضى اللي هو المفروض رئيس العاب الصالات رئيس العاب الصالات عمره ما مسك كرة يد مثلا، عمره ما لعب باسكت، عمره ما لعب طايرة. يا عم لعب بينج بونج ما لعبش، ملوش في الالعاب دي كلها علي. طب والله والنعمة دي احمد مرتضى لو جيت قلت له ايه قوانين كرة اليد والله ما هيجاوب. لو قلت له يعني قلت له الباك الشمال في كرة اليد فين، على الحال ما هيقول، والله ما يعرف. لو قلت له كرة الطايرة يعني كم شوط مش هيقول لك. لو قلت له كرة الطايرة كم دقيقة هيألف لك اي حاجة، وكرة الطايرة مش بالدقايق اصلا والله لو قلت له مثلا كرة الطايرة الشوط كم شوط هيقول لك ايه شوطين. هو عنده اي حاجة زي كرة القدم يعني لو قلت له كرة الطايرة طب كم دقيقة كده يا باشا هيقول لك يجي حوالي نص ساعة. فاهم؟ اي حاجة، اي هلس. ده رئيس العاب الصالات كلها، ده الرئيس بتاع العاب الصالات. لو المفروض يجيب صفقات وبتاع، ويجيب مدير فني كويس وبتاع، ويستشير ده ويعمل ده، ويجيب بطولات للنادي ويجدد مع اللعيبه ويعمل كذا، ويدي اراءه الفنيه للمدير الفني مثلا، يقول له احنا عايزين السنه دي نعمل كذا وبتاع، لان احنا معانا تيم محترم ومش عارف. هو مش عارف احنا معانا تيم محترم ولا لا. دي مصيبه، ده كارثه، ده كارثه اقسم بالله من كوارث الدنيا. مرتضى يعني واحد زي ده مش عارف مش عارف قوانين اللعبه. ازاي هيجيب لك بطولات؟ ما اكيد لازم كرة اليد اللي هي اللعبة التاريخية لنادي الزمالك اكيد هيهلس فيها. ما مش فاهم حاجة بقى، ما الدنيا هابطة يا جت عليا صباح الفل. يعني واحد زي يعني امير مرتضى على احمد مرتضى على ابراهيم مرتضى، اي حد بقى في النادي. ما قلت لك ايه من اول الحلقة اللي هي النادي هو بيدار كأنه عزبة، ملهاش حل. ما تحاولش تقنعني ابدا، ما تحاولش تقنعني. شتيمة اساطير نادي الزمالك بقى، نيجي ايه شتيمة اساطير نادي الزمالك. وعلى فكرة انا ممكن اقعد اكتب لبكرة، يعني بصوا ممكن اقعد اكتب لبكرة عادي اقسم بالله. انا لولا بس مفيش ورق دول اللي عرفت اكتبهم، عشان لو في ورق والله ممكن اعمل لكم كتاب يسميه ايه، مرتضى خارب نادي الزمالك، بين قوسين كده، مرتضى خارب نادي الزمالك. والله يعمل مبيعات رايقه. شتيمة اساطير نادي الزمالك بقى، وشتمته لحلم زموره اللي هو اسطوره نادي الزمالك. يعني شتم حلم زموره وهد مدرجات زموره، اللي هي المدرج ده للناس اللي هي الناس الصغيره اللي لسه بدأت تشجع نادي الزمالك. المدرج هو اللي بيعمل شخصيه للعيبه، هو اللي اللعيبه بتستمد بيه شخصيه الفرقه، شخصيه النادي، كبرياء النادي. شخصيه النادي بتيجي من المدرج. عمر ما جت من الاعضاء اللي قاعدين على الشماسي جنبهم شمسيه وكده وقاعدين قدام حمام السباحه. عمر ما اللعيبه تاخد بطولات بالشكل ده. لعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك الفوز بيجي من المدرج، وهو هد المدرج عشان يمحي شخصيه نادي الزمالك ويمحي التاريخ ده. تاريخ المدرج بتاع زموره ده اقسم بالله تاريخه اعلى من مرتضى، تاريخه.
شتم حلمي زموره وقال عن النادي ده، يعني حتى كمان شتم نادي الزمالك، يعني شتم كل جماهير نادي الزمالك. اي حد مش على هواه خلاص هو بيقول لك ده مش زملكاوي اصلا، وكذا 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 وكذا، ويطلع لك بقى فيه القدس فصل. مرتضى هاني الزمالك وفترته هي وصمة عار في تاريخ نادي الزمالك. فترة مرتضى منصور هي وصمة عار والله العظيم في التاريخ، في تاريخ نادي الزمالك كله. مرتضى منصور لما بيقول اللي هو انا جايب صفقات وجايب وجايب وجايب، فهو كده مش بيقول، مش الصفقات دي هو مش جايبها من بيته. يعني كل اي حد مثلا بيحب مرتضى منصور، معرفش مين الشخصية اللي ممكن تحب مرتضى منصور يعني، بس اي حد يعني بيحب مرتضى منصور فهو مش هينفع اقول حاجة يعني عليه. بس ايه، مرتضى منصور لما بيجيب لنا صفقات فهو ما بيجيبش من جيبه. مرتضى منصور لما هو النادي بيروح بأزمة فهو برضه ما بيجيبش الفلوس من بيته، ما بيجيبش الفلوس من جيبه، ما بيجيبش الفلوس من عندهم. نادي الزمالك على طول بيدخل له مليارات. نادي الزمالك لو مرتضى منصور مشي هيجي له مليارات، هيجي له مليارات كل يوم كمان. نادي الزمالك او انديه الاهلي والزمالك دول ما فيش اصلا حد جاب عليهم. ما فيش حد رئيس نادي كده يقول لك انا عملت وعملت. انت ما عملتش حاجه، انت كل شهرتك دي وكل اللي انت فيه ده من خير النادي. حتى لو انت ايه، انت ملياردير جاي النادي ملياردير، انت ما فدتش نادي الزمالك بجنيه. اتبرعت له؟ فين اللي اتبرعت نادي الزمالك؟ مرتضى منصور اتبرع فين لنادي الزمالك؟ فمرتضى منصور مش هو الزمالك، ولا عمر الزمالك تختزلوه في مرتضى منصور. نادي الزمالك هو نادي الزمالك، نادي عريق ونادي كبير. عمر ما اي حد هيجي في التاريخ مش هيضيف لنادي الزمالك. مفيش حد هيجي يضيف لنادي الزمالك، نادي الزمالك هو اللي هيضيف له. رئيس نادي الزمالك ده شرف كبير مرتضى منصور ما يستحقهوش. وكل جماهير نادي الزمالك الوفية والمخلصة للنادي واللي بتحب النادي ده اكيد ما بتحبش مرتضى منصور. مرتضى منصور دخيل على نادي الزمالك، مرتضى منصور دخيل على نادي الزمالك، مرتضى منصور دخيل على نادي الزمالك، عمره ما كان زملكاوي. وبس كده يا زعيم، سلام يا وحش.